احيانا كده بنقع في مواقف ما بنبقاش قادرين خالص اننا نتحرك. الدنيا بتقف، المخ بيقفل، القلب بيتعب. لكن الغريب انك بتلاقي نفسك كده مرة واحدة، بتلاقي نفسك قمت لوحدك من غير تخطيط، بتتحرك، بتاخد نفس، بتكمل بقية يوم. اللي حصل ده على فكرة مش صدفة، اللي حصل ده فعلا معونة، ولا قوة منك ولا من أي حتة أنت عملتها يعني. لا، دي بتبقى معونة من ربنا سبحانه وتعالى. قوة كده بتنزل في جسمك كده، سبحان الله، لا حول ولا قوة. أنا دايما أول ما بصحى من النوم بقول إيه؟ بقول اللهم ارزقني الإرادة والمعونة على يومي النهاردة. وببقى قايمة شايفة ان اليوم زي اللي قبله زي اللي بعده، روتين. وانا طبعا من اكتر الشخصيات اللي بتكره الروتين. بس بلاقي نفسي اني خلاص انا نازله من البيت، انا نازله بطاقه جديده، بروح مدرستي، بروح مع الولاد، بحس ان انا حد. خلاص الولاد، انا بضحك وبهزر وبقوم بليه. ببقى شايله، بص، وشايله هم اليوم التاني بقى اللي في بقيه اليوم، ان انا اجي بقى، اجي البيت وبعدين اروح الشغل وبعدين مع ولادي وبعدين اعمل الاكل وبعدين. بس والله باجي في لحظة فصل كده وببص للسما وبقول يا رب قويني وكمل يومي على خير. بلقى نفسي بطاقة جديدة، بلقى نفسي بحالة جديدة. كل وقت، كل يونس وفريدة بحس ان ده ليهم طبعا طبيعي، يعني سبيشال تايم ليهم، ده غير السبيشال تايم بتاعي. فلازم يبقى ليهم، بنلعب بنضحك بنهزر. اخر ما اليوم بيخلص بقول ايه ده؟ هو ازاي؟ هو ليه؟ هو انا قايمه النهارده عامله ايه؟ ده انا قايمه النهارده كارهه الدنيا واللي فيها. والاقي نفسي والله بشكر ربنا. ليه؟ وافتكر اني دعيت يا رب ارزقني الاراده والمعونه على يوم النهارده. فعايزه اقول لكم ان المعونه والاراده دي فعلا، القوه دي بتبقى من عند ربنا سبحانه وتعالى. فاراده ربنا فعلا بتبان في حاجات صغيره. ودي والله بشوفها كتير في يومي. كلمه حلوه تجيلك من حد، رساله من بعد وجع، حد بيدعي لك لوحده، جات لك رسالة فيها دعوة حلوة، حد ماشي في الشارع بيدعي لك. ايه تاني؟ هدوء من بعد دوشة، فكرة جت في دماغك قمت نفذتها، لقيت نفسك مبسوط واللي حواليك مبسوطين. ايه تاني؟ طاقة قوة رجعت لك وكأنك ما كنتش منهار من شوية. لحظة فرحة جات لك. ربنا مش هينزل لنا الأرض لله المثل الأعلى ويقول أنا معاك وجنبك، لا، ما هي هتيجي أكيد على هيئة أشخاص. أنا دايما بقول إن إحنا بنود لبعض، وإن إحنا رسايل لبعض. يعني أي حاجة بندخل في حياة بعض كده رسايل. يعني أنا لما حد بيكلمني ويبعت لي دعوة حلوة، والله أنا بقول دي رسالة من عند ربنا، دي طبطبة من عند ربنا. وحرفيا دي بتحصل لي كل يوم، ومن ناس مختلفة، ومن ناس ما توقعتش إنها ممكن فعلا تبقى شايله لي الحب ده او شايله لي الدعوات الحلوه دي. فعلا من ولية امر بتقولي انت سبتي في ابني اثر جميل جدا، من صديقه ليا، من زميله، من قرايب، من كتير كتير. فربنا حقيقي بيجعلنا ويسخرنا لبعض. الحقيقه اللي انا لازم اعرفها واقول لك عليها ان انت عمرك ما وقفت لوحدك وعمرك ما كنت لوحدك. ولما مديت ايدك، مش ايدك اللي اتمدت لوحدها، انت كان في حد بيسندك، وكان في حد بيقويك. لا حول ولا قوة إلا بالله. وتجردت من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك. أنا دايما بقول وقت ما بقع خالص بقول يا رب أنا تجردت من حولي وقوتي، يا رب اديني قوة. وبلاقي إن أنا ولا حاجة ولا حاجة في أي موقف يحصل مع يوسف وفريدة، في أي موقف شخصي يحصل في حياتي، بقول يا رب لا حول ولا قوة إلا بيك. أنا مش أنا. تأكد دايما إن القوة دي مش منك، لا، القوة دي من اللي خلقك. مساءك جميل وصباحك جميل زيك.